الفلوس ولا المال يقدر يكون واحد السبب من السعادة، ولكن ماشي هو السبب الوحيد في السعادة. السلام عليكم، الصحة مزيانة، راحة البال والحمد لله والشكر لله، هادو هما أهم حاجة خص يكونوا في الحياة. واللي مريض كما كنقول لكم ديما يا ربي شافيه. غنبدا معكم الفيديو، ولكن قبل كنبغي نصلي على حبيبنا ورسولنا محمد كيف العادة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة ترضيه بها وترضى بها عنا. عليه أفضل الصلاة والسلام. شكرا لاختي ذكرى، وشكرا بزاف، وشكرا للاخوات كاملين اللي كيرسلوا تعاليق ولا كيكتبوا تعاليق كيصلوا فيها على حبيبنا ورسولنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. غادي نبدا معكم في الملخص ديال الفيديو كيف العاده. اول حاجه غادي ندير التعاليق ديال الاخوات بزوج اللي طلبوا مني التقسيم ديال الميزانيه ولا ميزانيه المطبخ ديال 500 درهم، والمده هنا كتختلف. ثاني حاجه غادي ندير معكم نهضروا شويه على هذا المبلغ ديال الاخوات بزوج، وعلاش غادي تركز هاد السيده بالضبط. ثالث حاجه غادي ندير التقسيم ديال الاخوات بزوج، واخر حاجه الا بقى الوقت غادي ندير الشرط الثالث باش تكوني سيده مدبره ومقتصده وفي الاخر د الشهر ما كتزيريش. هذا هو التعليق ديال الاخت فاطمه الزهراء، قالت لي شكرا على مجهوداتك، عافاك الى ممكن تقسيم 500 درهم مده 15 يوم لخمسه الاشخاص كبار. مرحبا والف مرحبا اختي. ما نكذبش عليكم، اي اخت صيفطت لي شي تعليق وبالضبط يكون فيه طلب باش نديرو في شي فيديو، كنكتب عندي اجنده كنكتب الطلب كامل وكنحطو باش كنبقى عاقله عليه. وبالنسبه فاش وجدت الفيديو درت تقسيمات بزوج، قلبت على التعليق في لي فيديو كاملين تقريبا 15 دقيقه تقريبا، وكنقلب على التعليق بالاخص في هاد الفيديوهات الاخرين ما لقيتوش. واش سوبريماتو الاخت ولا ما عرفتش. المهم تعليق كيقول من عند الاخت امينه، هي عندها قالت لي عفاكي قسمي لي 500 درهم لشخصين في الشهر المطبخ فقط. اللي ما لقيتش التعليق غادي ندير الفيديو، نحط الفيديو، وكاينين اخوات اللي غادي يقدروا يستافدوا منه. بالنسبه للاخت ام محمد اللي درت لها التقسيم الاخير ديال 3000 درهم في الشهر، جاوباتني وقالت لي عجبني اختي التقسيم، الله يعطيك الصحه، غادي نبدا الشهر الماجي ونرد عليك الخبر. كنتمنى توفقي في هذا التقسيم اللي عطيتك ابتداء من الشهر الجاي ان شاء الله، وضروري تكتبي لي تعليق باش الاخوات كيستافدوا اكثر. واش استفدتي منه ولا لا؟ واش سلكك ولا لا؟ واش ما بقيتيش كتزيري في الاخر الشهر ولا لا؟ دابا غادي نهضر معكم في هذا المبلغ، في هاد زوج ديال التقسيمات. ما نكذبش عليكم، راكم عارفين، وخاصه بالنسبه للمتتبعات العزازات اللي ديما كيتبعوا الفيديوهات ديالي، عارفين اني ديما كنكون صريحه وواضحه، ودائما كنقول زوج ديال الجمل. الجمله الاولى كنقول بكل صراحه ومصداقيه، والجملة الثانية كنقول الأذواق تختلف والآراء تختلف. كيف ما قلت لكم بالنسبة لزوج المبالغ اللي عند الأخوات ما غاديش يركزوا على الكماليات، والأساسيات هما اللي خصك تركزوا عليهم. يعني ضروري يكونوا غير الأساسيات باش كتقدري توفقي وتسيري المصروف ديالك وما تزيريش. وفي هذه الحاله كتبين السيده واش هي امراه قاده ولا لا، بالاخص ملي كتسير مصروفها في الشهر كامل بلا ما تحتاج تسلف ولا تزير. كاينين سيدات تبارك الله عليهم يقدروا يتقداو حتى بعض الكماليات من هذا المبلغ، ولكن للاسف كاينين بعض السيدات كيتسلفوا فاش كيتزيروا وكيقولوا غير نشد في الاول الشهر ونرد غير مثلا 50 درهم، راه قليله 50 درهم، راه غادي نشد اكثر منها في الاول الشهر ونرجعها. هاد الكلمه خاصك ما تفكريش فيها بالمره، وكنقول لك اختي ما تصرفيش الفلوس قبل ما تشديها، هذه نصيحه مني. راه في هذه الحاله ديما غادي تبقاي سالفه ومعتمده على الكريدي من عند بزاف ديال الناس، كل واحد مسلفه من عنده شويه، شي مسلفه من عنده 20 درهم، شي مسلفه من عنده 50 درهم. يعني ماشي حياه هذه. يعني هنايا غادي ندخلوا في سيده اللي غادي تكون ما منظماش حياتها، تقدري ما تخرجيش من الدار، ما نكذبش عليكم. في هذه الحاله ما تقدريش تخرجي من الدار، غتقولي راه نقدر نتلاقى مع هذاك اللي سلفني 20 درهم، هذاك اللي سلفني 100 درهم، هذاك اللي سلفتني 200 درهم. باش انت غتحطي راسك في هذا الموقف، اللهم سيري على قدك وكوني منظمه. هذا هو الشرط اللي قلت لكم غادي نهضروا عليه، ولكن حتى لاخر الفيديو الا بقى الوقت، ما بقاش حتى الفيديو اللي من بعد. غنبدا معكم في التقسيم ديال هذا المبلغ ديال 500 درهم. كنتمنى نكون ما طولتش عليكم. التقسيم الاول غادي نبداو مع الاخت امينه اللي قالت لي زوج الاشخاص في الشهر. يعني هنايا الاشخاص قلال والمطبخ فقط.
كما قلت لكم اول حاجه فاش تشدوا المصروف بداو اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال يا ربي، والحمد لله والشكر لله، باش كربي كينزل فيها البركه. هذه اول شرط. القاعده اللي غادي نبدا معاك فيها اختي هي 25%. قاعده 25%. 500 درهم غادي تقسميها على 4 تعطيني 25%. 25% شحال بالدرهم ولا بالريال؟ غادي تعطيك 125 درهم للسيمانه في الاسبوع، اللي هي 2500 ريال. 2500 ريال اشنو غتشري بها؟ غتبان لك قليله والمتطلبات بزاف في السيمانه. اشنو غادي تشري بها؟ غادي نعطيك زوج د الحلول، زوج تقسيمات تشري بها. اول حاجه مثال 50 درهم غتخصيها للدجاج والسردين مثلا، ولا مهم 50 درهم شريها لحوم. شري دجاجه، دابا راه الدجاج الحمد لله والشكر لله راه هبط في الثمن. شري دجاجه ما تكونش كبيره بزاف، يعني فيها تقريبا 2 كيلو. قسميها على حسابكم، زيدي معاه شويه السردين نص كيلو، ولا كل عمرو حسب السردين تتكون فيه 20 سردينه، ولا كان كبير راه كتكون فيه 16 ولا 8، يعني راه نص كيلو غتكون فيه 10 سردينات ولا 9 راهم كافيين جوج الاشخاص. وخاص تكون القناعه كيف ما كنقول لكم ديما، ولا كتشري كرشه نص كيلو، ولا يعني كتسيري راسك بديك 50 درهم في اللحوم. من بعد 40 درهم 40 درهم غادي ديري فيها مثلا السلعه اللي غادي تقضي بحال السكر، الزيت، اتاي. الزيت غتشري اطرو غتحاولي تكفيك السيمانه الجايه، ولا تشري نص اطرو. المهم كتقضي بهذيك 40 درهم. كتشري بواطه السكر، اتاي كتشري الصغير. بالنسبه للتقسيم اللي من بعد شحال غتبقى، شحال غيبقى من هذيك 125 درهم؟ غادي تبقى 35 درهم. 35 درهم غتشريها خضر وفواكه، بحال مثلا 20 درهم د الخضره، والديسير 15 درهم ولا 13 درهم، ولا المهم هذيك 35 درهم غادي ديريها ديال السيمانه ديال الخضر والفواكه. لان زوج الاشخاص علاش كنركز، راه كافيه الا كانت القناعه. كاين التقسيم الثاني، غنعطيك زوج الحلول. عطيتك ديال 25% اللي هي 125 درهم في الاسبوع، 2500. التقسيم الثاني هو انك غتقدي 150 درهم ديال الهري اللي فيها سلعه اللي هي 3000 ريال. شنو غتاخدي بها؟ غتاخدي بها مثلا دقيق، راه كاين هذاك المستدير كيدير تقريبا 25 درهم 5 كيلو. كتاخدي معاه ديك الحمراء ولا هذيك النخاله هي باش كتعجني. وكنوصيكم انكم تعجنوا في الدار، ما تشريوش الخبز، راه الخبز هو اللي كيدي الفلوس. كتشري الزيت، كتشري السكر على حسابكم نتوما بزوج. يعني 150 درهم كتوزعيها على هاد الاساسيات اللي كنركز لكم اساسيات. غتبقى 7000 ريال اللي هي 350 درهم. 350 درهم غتقسميها على 4، هذه الاسبوع اللي هي 1750 ريال، 87 درهم ونص. غادي تشدي مثلا 50 درهم ديما غادي تخصيها اللحوم، غادي تبقى لك 750 ريال. الخضر والفواكه اما غادي تتبعيها الطريقه التاليه ولا الاولى اللي شرحت لك. عندك زوج ديال الاختيارات، يمكن لك تختاري اللي بغيتي. غادي نشرحها لك دابا فلوس. هذه هي 3000 ريال اللي غادي تدي للهري. فهمتي شنو بنوصل لك اختي؟ وبالنسبه ل 350 درهم راه هي اللي شرحت لك قبل. دابا غادي ندوز للتقسيم ديال الاخت فاطمه الزهراء اللي قالت لي 500 درهم 5 اشخاص كبار، يعني 15 يوم. كل 15 يوم عندها واحد المبلغ ديال 500 درهم خاصها ديرو ولا خاصها تصرفوا في المطبخ. بالنسبه للاخت فاطمه الزهراء غندير لها القاعده ديال 40% 30% 30%. شنو هي 40% 30% 30%؟ اول حاجه عندي 500 درهم. 500 درهم غنخرج منها 40%. 40% غادي تعطيني 4000 ريال. 4000 ريال ولا 200 درهم هذه خاصة للهري. كل 15 يوم غتقضي بها الأساسيات. ركزي ليا على الأساسيات هما الأولين. ثاني حاجة 30%. 30% ولا التقسيم الثاني شنو فيه خضر وفواكه اللي هي 150 درهم 3000 ريال. أما غادي تقضي الأسبوع ولا غتقضي 15 يوم، تمشي في البدايه ديال 15 يوم غادي تقضي 150 درهم. تخصي تقريبا
50 ولا 40 درهم ديال الديسير، و110 دراهم ولا 100 درهم ديال الخضر. بالنسبة ل 30% الثانية هي اللي خاصة باللحوم والأسماك، اللي فيها 3000 ريال ولا 150 درهم، بحال الخضر والفواكه. شوفي انتي فاش كترتاحي. انا كنفضل التقضيه ديال 15 يوم لانها كتعاون، ما كتخليكش كل مره غاديه للسوق جايه. هذه كنقولها بالنسبه للسيدات اللي كيخرجوا كيبغيو يتقداو حاجه وكيوليو جايبين 4. اما بالنسبه للسيدات تبارك الله عليهم اللي كيكونوا شادين ريوسهم، الا شافوا الحاجه ما يمكنش يشريوها، يعني في الحاله اللي كنقولها انهم يتقداو كل اسبوع، ولا يقدروا يتقداو حتى كل يومين، ولا لانهم كيخرجوا يشريو الحاجه اللي خصهم وكيرجعوا. اما بالنسبه للسيدات اللي كيخرجوا بغاو حاجه ويرجعوا ب4، هادوك كنفضل ان هاد السيدات يكونوا يتقداو ل 15 يوم الخضره والديسير باش ما يبقاوش يزيدوا عليهم المصاريف اكثر. الا كنتي سيده منتظمه وشاده راسك، راه غادي تسلكي راسك. فهمتينا شنو بنقول لك اختي؟ هادو هما التقسيم ديال الفلوس حطاهم هنايا. يعني غادي تهزي 200 درهم غتحيديها للهري، 150 درهم خضر وفواكه، و150 درهم لحوم، وما تنسايش انك تخلي 25 درهم ولا 20 درهم احتياط. كنت بغيت ندير معكم الشرط الثالث، ولكن جاني الفيديو غادي يكون طويل. حتى الفيديو ان شاء الله المقبل ديال تقسيم الميزانيه، الا بغيتوني نشارك معكم ولا ندير معكم تقسيمات اخرى المبالغ تاليه، كتبوا لي في التعاليق. وكنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. شكرا بزاف، والى اللقاء في فيديو مقبل ان شاء الله. شكرا.